ممكن نخلص البروبوزال قبل الديدلاين، الكلاينت اللي مستني ده، والكامبين اللي لازم تطلع النهارده دي، والميديا باير اللي بيقول السي ار سي عالي ده. فين الكي بي ايز؟ السلام عليكم، معكم سحس من قناة ولد الطحاوي وفي العشة. تاني حلقة من البرنامج. طبعا انت ما فهمتش اي حاجة من الكلام اللي اتقال ده، وانا فاهمك والله، ما تقلقش، كنت زيك كده من 3 شهور. تعالى بقى اقول لك هنعمل ايه في المشكلة دي، وما تقوليش انا جيت اشتغل ولا جيت اتعلم لغة جديدة. كده كده اي شغل جديد بيبقى ليه لغة معينة لازم تبقى فاهمها وماشي بيها، عشان ايه؟ تسيستم الدنيا وتبقى الدنيا سهلة معاك. فلو ده اول شغل ليك في ماركتنج ايجنسي، الفيديو ده هيوفر عليك مجهود كبير. ببساطة لازم تبقى عارف ان الايجنسي مصنع سرعة. العميل عنده مشكلة يروح للاكونت مانجر، الاكونت يكتب بريف، الفريق الكرييتيف يشتغل عليها، والميديا باير ينزل الكامبين والارقام تطلع. العميل بقى يا اما يفرح يا اما يقول كنت متوقع اكتر. الايجنسي مش جامعه، مفيش حد يقعد يفهمك كل حاجه بالراحه. لو مستني كده هتتعب. فانا جاي لك من المستقبل واديك شويه مصطلحات كده وكام كلمه، لو قلتهم ما تبقى انت كده في الشغلانه دي من وانت في ثالثه ابتدائي. ماشي. اول واحد الكلاينت، ده صاحب البيزنس او اللي انت بتعمل له شغله. البريف بقى الورقه اللي فيها الطلبات اللي الكلاينت ده عايزها. كامبين الحمله الاعلانيه، دي مش محتاجه شرح. التارجت اودينس الناس اللي عايزين نوصل لهم الكلام ده، اللي هي الكامبين اللي هي بيها هنبيع. تمام. البراندنج بقى شخصيه البراند، مش عارف اشرحها ازاي دي لسه، ممكن في المستقبل ابقى عرفتها. تمام. بس يعني هي اسمها براندنج، هي حاجه كده. ندخل بقى الحاجات اللي فيها ارقام زي الكي بي اي، ده رقم النجاح. احنا مثلا عايزين هدف 1000 رساله، ده كده كي بي اي. في سي بي سي تكلفه النقره، وفي سي ار تي دي نسبه الناس اللي ضغطت. انا مش عارف انا ليه بعمل كده، بس في ار او اي الحمله جابت فلوس اكتر ما صرفنا ولا لا. دي جديده بقى، بص عملت كده. زي مثلا نسبه الخسائر او المبيعات، حاجه كده يعني، فاهم؟ برضو مش لعبتي قوي دي عشان انا في حته تانية. فانت لو زي مش فاهم الارقام دي هتحس انك بتلعب ماتش من غير ما تعرف النتيجه. بس مش مهم، انت اهم حاجه تعمل الشغل اللي عليك وخلاص. اكيد هتبقى عارف الارقام دي من غير ما انا بشرح لك، لو انت اصلا تخصصك هيبقى تبع الارقام دي. انا بتكلم عن واحد داخل كده، فاهم؟ كده او كده حاجه تانية يعني. في بقى شويه كلام ده عام شويه بس محتاج اقوله لك برضو. حاجه زي السكادولينج اللي هو الجدوله. انت مثلا خلصت بوستك كديزاينر او كفيديو اديتور زيي، انت اصلا بتاخد الفيديو ده من كاليندر او بلان، وبعد ما تخلصه تبعته للاكونت مانجر تنزله. ساعتها بقى يبقى هي تعمل له السكادولينج ده او تجدول الميعاد اللي هينزل فيه البوست ده. ماشي. يبقى الوظائف الموجوده في الايجنسي دي هتلاقي كرييتيف ديزاينر، ده بيحول الفكره لصوره. في ارت دايركتور، ده حاجه اكبر شويه. في كوبي رايتر بيكتب الجمله اللي تخلي حد يشتري، او بمعنى ادق صاحب الفكره يعني، اللي بيكتب الكلام اللي احنا عليه كاديتور وكجرافيك ديزاينر بيعمل شغله عليه. وفي الاديتور اللي بيحول اللقطه دي فيها الفيديو اديتور بقى، اللي بيحاول لقطات او الفكره اصلا بتاعت الكوبي رايتر لقصه مفهومه وبتشد اللي يتفرج وممكن يخليه يشتري. وساعات كتير قوي بيقعد يعدل تعديلات بسيطه، مثلا ممكن توصل 17 18 19 مره. ده تعديل بسيط بس كده، فاهم؟ عادي. عادي يا اسطى والله بتحصل. وفيها الميديا باير، ده اللي المفروض يبقى عارف بقى السي بي سي والسي ار سي والام بي سي، وده اللي بيصرف الفلوس عشان يجيب ارقام وزباين وناس والكلام ده كله. وفي الاكونت مانجر، ده بقى اللي في النص بين العميل والفريق. ده لو حصل ضغط اول واحد هيتزنق. تعال بقى اقول لك على اخطر 5 اخطاء ممكن تعملهم. اول غلطه انك تكون بتتكسف تسال. انك تبقى ساكت، ده محدش هيحترمك مثلا، عشان انت كده بتضيع وقت وبتضيع مجهودك اللي انت مش عارف انت بتعمل ايه، فلازم تسال. ماشي. تاني غلطه تاخد النقد بشكل شخصي. النقد ده بيبقى للشغل مش ليك انت كشخص. ماشي. فما تخليش الحاجه تلمس في بعض. تالت غلطه تفتكر ان الابداع اهم من النتائج. في الايجنسي النتائج تكسب، يعني ما تفضلش تطلع لي فكره في ساعتين. انك تطلع 50 فكره في الساعتين دول يبقى احسن بكتير من غير بقى ابداع بقى بفكك عادي. رابع غلطه تحاول تبان فاهم في كل حاجه. اتعلم بدل ما تمثل، عشان انك تبقى فاهم في كل حاجه ده هيحط ضغط عليك انك اي غلطه عملتها من غير ما تقصد انت مش فاهمها فعلا، لا انت بتستعبط. ده الكلام اللي هيقولوه يعني، فاهم؟ خامس غلطة تشتغل لوحدك. الايجنسي لعبة فريق، لازم مع بعضيكوا كلكم، فاهم؟ الايجنسي مش مكان سهل، بس هي اسرع مدرسة هتدخلها في حياتك. لو عرفت تفهم اللغة هتبقى جزء من اللعبة، محدش هيسبقك وهتبقى انت جامد، فاهم؟ فلو انت اول مرة تشتغل في ايجنسي قول لي في الكومنتات ايه اكتر كلمة سمعتها وما فهمتهاش، او لو عندك انت حاجات جديدة غير اللي انا قلتها قول لي برضه افهمها لك عادي، مفيش مشكلة، احنا كلنا مع بعضينا يعني. وبس. I don't know when uploading a new video، بس على الله اشوفك الفيديو الجاي وجود باي.